السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم في حلقة مهمة ومميزة جدا، وهنعرف خلالها الفرق بين حقن الديبوفيت وحقن النيورافيت وحقن الأومنيفورا، وإيه هي أهم استخداماتهم وجرعتهم. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا، تدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. هنبتدي أول حاجة بأشهر حقنة وهي الديبوفيت ب 12، والديبوفيت بتحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الفيتامين بي 12، ودي بتنزل في صورة الهيدروكسوكوبلامين، والديبوفيت بينزل بتركيز 1000 مايكروجرام لكل ملي، ويعتبر المركب ده هو الأكثر ثباتا وانتشارا لفيتامين بي 12، والسبب إن ليه تأثير ممتد المفعول لأنه بيمد الجسم باحتياجه من فيتامين بي 12 بصورة مستمرة. وطبعا زي ما احنا عارفين إن الفيتامين بي 12 بيكون ليه دور في تكوين كريات الدم الحمراء، عشان كده هو بيحمي من الإصابة بالأنيميا، وكمان بيخش في تركيب الدي إن إيه أو المادة الوراثية، بالإضافة إلى إن ليه دور في الحفاظ على صحة الأعصاب. ومن هنا خلينا بقى نروح لدواعي استعمال الديبوفيت أمبول، أو إيه هي استخدامات الديبوفيت ب 12. أول حاجة بيستخدم في معظم اضطرابات وأمراض الجهاز العصبي، زي مثلا التهاب الأعصاب الطرفية والتصلب المتعدد. كمان بتستخدم لعلاج الأنيميا، وبالذات الميجالوبلاستيك أنيميا أو اللي بتكون كريات الدم الحمراء فيها متضخمة. وكمان بتستخدم لعلاج الأنيميا الناتجة من النزيف الحاد، أو علاج الأنيميا الناتجة من تكسر كريات الدم الحمراء. وبرضه الديبوفيت بتستخدم في حالات ضمور العصب البصري، وخصوصا لو الشخص ده مدخن. كمان الناس النباتيين اللي أكلهم بيكون خالي من اللحوم لازم ياخدوا الحقن دي، لأن الفيتامين بي 12 بيكون موجود أكتر في المنتجات الحيوانية. وبنستخدم الديبوفيت في حالة استئصال جزء معين من المعدة، أو في حالات ضمور الغشاء المبطن للمعدة، وده لأنه بيحصل لهم سوء لامتصاص الفيتامين بي 12 لو خدوه في صورة أقراص، وحاجات تانية كتيرة جدا غيرهم. يجي بقى حد يسأل هل ينفع الحوامل والمرضعات يستخدموا الديبوفيت؟ والإجابة هنا إنه ينفع يستخدموه عادي، وده لأن الديبوفيت ما بيدخلش في تركيبها مادة البنزيل الكحول. وللي ما يعرفش فالمادة دي بتوصل للجنين عن طريق دم الأم لو هي حامل، وبتوصل للرضيع عن طريق لبن الأم المرضعة، والطفل طبعا ما يقدرش يتخلص منها، وبكده هتتراكم في جسمه بكميات كبيرة وتعمل له مشاكل. فالحوامل تقدر تستخدم الديبوفيت عادي، بس يكون تحت الإشراف الطبي. ومن هنا خلينا بقى نروح لجرعة الديبوفيت حقن. الجرعة الاعتيادية للديبوفيت بتكون حقن عضل كل تاني يوم لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ثم حقن عضل كل 3 شهور. لكن أغلب الدكاترة بتوصف حقن عضل كل أسبوع، وده لأن الحقنة بتكون مؤلمة شوية. وحقن الديبوفيت بتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 45 جنيه للعلبة. وخد بالك إن الديبوفيت بيكون ليه بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة، زي البي 12 ديبوت، والكوبلامين ديبوت، والديكوباكون، والديبو فورت، والديبو الفيكس، والهيدروفيت، والهيدروكسوكوبلامين، واللونجافيت. نيجي بقى للحقن اللي بعد كده وهي النيوروفيت أمبول. والنيوروفيت بتحتوي على 3 مواد فعالة، وهما الفيتامين بي 1 أو الصيامين، وده بينزل بتركيز 150 مللي جرام. وفيتامين بي 1 بيكون ليه دور مهم في إنتاج الطاقة، وبيشتغل كمساعد للعديد من الإنزيمات في الجسم. تاني مادة وهي الفيتامين بي 6 أو البيريدوكسين، ودي بتنزل بتركيز 100 مللي جرام، وبيكون ليها دور في عملية تكسير الدهون والكربوهيدرات عشان توفر طاقة للجسم. والفيتامين بي 6 بيكون مهم لنمو المخ والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وكمان صحة الجهاز المناعي. تالت مادة وهي الفيتامين بي 12، ودي بتنزل في صورة السيانوكوبلامين، وبتنزل بتركيز 1 مللي جرام، وده بيعادل ال 1000 مايكروجرام. طيب حلو جدا، ايه هي بقى دواعي استعمال النيوروفيت؟ او ايه هي استخداماتها؟ تعتبر هي نفس استخدامات حقن الديبوفيت، يعني بنستخدمها لعلاج اضطرابات وامراض الجهاز العصبي، وكمان لعلاج الانيميا زي الميجالوبلاستيك انيميا، وبرضه الانيميا الناتجه من النزيف الحاد او تكسر كريات الدم الحمراء، وفي حالات ضمور العصب البصري. وبنديها برضه للنباتيين اللي اكلهم خالي من اللحوم، وكمان في حاله وجود اي مشاكل في المعده بتاثر على امتصاص الفيتامين بي 12. وضيف عليهم كمان ان النيوروفيت بتستخدم في حاله الاصابه بمرض بيري بيري، وده بيكون مرض ناتج عن النقص الحاد في فيتامين بي 1. وكمان النيوروفيت نقدر نستخدمها في علاج اضطرابات التمثيل الغذائي، لأنها بتحسن من عملية التمثيل الغذائي للدهون والنشويات والبروتين.
لكن النيوروفيت بتفرق عن الديبوفيت هنا إنها بتحتوي على مادة البنزيل الكحول، وبالتالي ممنوع استخدامها في حالات الحمل والرضاعة، وده لأن زي ما قلنا في الأول إنها بتأثر على الطفل بالسلب. ملحوظة كمان عن النيوروفيت إن مريض الباركنسون أو شلل الرعاش لو بيستخدم أقراص بتحتوي على الليفودوبا لوحده فممنوع إنه يستخدم النيوروفيت لأنها بتتداخل مع الفيتامين بي 6. لكن لو هيستخدم الليفودوبا مع مادة الكاربيدوبا زي مثلا في أقراص السينيميت اللي بتحتوي على الاتنين، فيقدر يستخدم النيوروفيت عادي من غير أي مشاكل. كلام جميل. إيه هي بقى جرعة النيوروفيت حقن؟ أو إزاي نقدر نستخدمها؟ الجرعة الاعتيادية بتكون حقن عضل كل تاني يوم، أو حقن عضل كل تالت يوم، وده في الحالات البسيطة والمتوسطة. أما بقى في الحالات الشديدة فبتوصل الجرعة لحقن عضل يوميا. وحقن النيوروفيت بتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 27 جنيه للعلبة. وخد بالك إن النيوروفيت أمبول بيكون ليه بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة، زي الإيميكانيورين والنيوروبايون والنيوروروبين والنيوروتون والبولي بي بايون والتراي بي والتراي فيتاسيد والتريفارول والفيتا 3 أمبول. وخد بالك إن التركيزات بتاعة الحقن بتختلف، لكن التركيب يعتبر متقارب من بعضه، وتحديدا في الفيتامين بي 12. وخد بالك إن في بعضهم ما بيحتويش على البنزيل الكحول زي النيوروتون مثلا. نيجي بقى لآخر نوع حقن معانا وهو الأومنيفورا. والأومنيفورا بتحتوي على 7 مواد فعالة، وهما أول حاجة الفيتامين بي 1 أو الصيامين، وده بينزل بتركيز 5 مللي جرام. تاني مادة وهي الفيتامين بي 6 أو البيريدوكسين، وده بينزل بتركيز 4 مللي جرام. تالت مادة وهي الفيتامين بي 12، ودي في صورة السيانوكوبلامين، وبتنزل بتركيز 2.5 مللي جرام، ودول استخداماتهم احنا عرفناها. رابع مادة وهي الفيتامين بي 3 أو النيكوتيناميد، ودي بتنزل بتركيز 20 مللي جرام، وبيكون ليها دور في نمو الخلايا والحفاظ على الأعصاب والجلد، ونقصها بيسبب مشاكل في الجلد. خامس مادة وهي الفيتامين بي 5 أو الديبنسينول، ودي بتنزل بتركيز 6 مللي جرام، وبيكون ليها دور في إنتاج الإنزيم المساعد كو إيه عشان ينتج ويكسر الأحماض الدهنية في عمليات التمثيل الغذائي. سادس مادة وهو الفيتامين بي 9 أو الفوليك أسيد، وده بينزل بتركيز 1 مللي جرام، وبرضه بيساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبيكون ليه دور في تكوين الدي ان ايه أو المادة الوراثية. سابع مادة وهي الأوروتيك أسيد، ودي بتنزل بتركيز 10 مللي جرام، وبيكون ليها دور في تحسين الأداء الرياضي والحفاظ على المظهر الصحي للبشرة. وملحوظة صغيرة إنهم كانوا بيتعاملوا مع المادة دي على إنها فيتامين بي 13، لكن دلوقتي لأ. طيب إيه هي بقى دواعي استعمال حقن الأومنيفورا؟ أو إيه هي استخداماتها؟ تعتبر برضو هي نفس استخدامات الديبوفيت حقن، لكن طبعا التركيب بيختلف، لأن الأومنيفورا عليها مواد إضافية بتديها أفضلية شوية، وكمان تركيز الفيتامين بي 12 بيكون عندها أعلى. لكن أرجع وأقولك إن الأومنيفورا بتحتوي على البنزيل الكحول، عشان كده ممنوع الحوامل والمرضعات يستخدموها، بعكس الديبوفيت اللي ما بتحتويش على المادة دي وبتكون آمنة للحوامل. وكمان الديبوفيت بيكون ليها ميزة إنها بتقعد في الجسم فترات أطول. كلام جميل. إيه هي بقى جرعة الأومنيفورا؟ أو إزاي نقدر نستخدمها؟ الجرعة الاعتيادية لحقن الأومنيفورا بتكون حقن عضل كل تاني يوم، أو حقن عضل كل تالت يوم، وممكن الجرعة تزيد في بعض الحالات بوصف الطبيب المعالج. وحقن الأومنيفورا بتكون متوفرة في الصيدليات بسعر 72 جنيه للعلبة الواحدة. والأومنيفورا أمبول بيكون ليها بديل واحد بنفس المادة الفعالة، وهو الليفابايون أمبول. وبكده نكون عرفنا الفرق بين الديبوفيت أمبول والنيوروفيت أمبول والأومنيفورا أمبول، وجاوبنا على أهم التفاصيل الخاصة بيهم. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها، لأن ده بيساهم في نشر الحلقة لأكبر عدد من الناس. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.